ازيكم عاملين ايه النهارده بقى؟ لو عندك لفة جلاش طلعيها كده وهتعملي منها احلى بقلاوة بالشوكولاتة. طبعا عشاق الشوكولاتة هيحبوا الوصفة دي جدا، وهتبقى مغرية ليكم لانها كلها متغرقة كده ومتسيحة شوكولاتة. فبتمنى لو انتم اول مرة بتشوفوني ما تنسوش اللايك وتكتبوا تعليق حلو حتى لو برمز تعبيري، عشان ده بيساعد ان الفيديو يوصل لاكبر عدد. فيلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة نسمي الله ونجيب بقى لفة كده الجلاش ونغطيها كويس عشان ما تنشفش معانا واحنا بنحضر الوصفة. وبنجيب نص كوباية كده من السمنة بتكون سايحة، وهبتدي بقى ادهن بقى كده الصينية بالسمنة كويس. هاخد كده ورقتين في الاول وابتدي بقى اظبطهم كده على الصينية، وهدهنها كده بالسمنة كويس. طبعا ادهنها من كل جنب ومن الزوايا كده كويس. وهنا جبت بقى كيسين من الاوريو وطحنتهم في المطحنة بشكل ناعم، وهبتدي بقى كده اوزعهم كده على الجلاش. بعد ما وزعتهم بقى جبت برضو طبقتين كمان من الجلاش، وهبتدي برضو اظبط الحروف بتاعتهم وهدهنها كده من السمنة. بين كل طبقتين هما بيبقوا 10 طبقات، انا حطيت كده شوية كده من الاوريو. واخر طبقة اللي هي الخامسة ابتديت بقى اجيب كده بديل للنوتيلا ودهنتها وفردتها كده بالشكل ده. وهبتدي برضو اجيب ورقتين كمان، يعني هم 10 طبقات. هبتدي اوزعهم كده بين الاوريو، وفي الطبقة اللي في النص هبتدي بقى احط بديل للنوتيلا. طبعا مش هنحط النوتيلا لانها بتكون غالية، فالاوفر هنحط بديلها. ابتديت بقى يعني اقطعهم بالسكينة بالشكل ده. ابتديت بقى اقطعهم كده بشكل مربعات كده في الاول، وهبتدي اعمل كده مثلثات بين كل مربع هيطلع بالشكل ده. وهدخلها فرن ساخن على درجة حرارة 170. هشغل من تحت بس، واول ما يحمر كده من تحت هبتدي اشغل بقى الشواية كده يحمر من فوق. واطلعه. مجرد ما اطلعه بقى هسقيه بالشربات. الشربات بيكون عبارة عن كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية. بيبتدوا اول ما بيغلوا بضيف نص ليمونة، وابتدي اسيبهم 10 دقايق واطفي عليهم النار، واضيف في الاخر كده رشة كده من الفانيليا، وبسيبه يبرد خالص. واول ما تخرج الصينيه وهي سخنه ببتدي بقى اضيف عليها الشربات بيكون بارد. ضفت بقى شويه كده من الفستق في الفواصل، وهبتدي بقى ازينها كده بالشوكولاته بالشكل ده. هعمل كده شكل زجزاج. وبس كده. بتمنى لو انتوا وصلتم لحد هنا متنسوش بقى اللايك والشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. وما تنسوش لو انتوا عملتوها قولولي رأيكم فيها، واكتبولي كلمة حلوة في التعليقات.